انا راني مع فتح الحدود، والحاجه اللي نخافوها نقولها علنا، ونديروا ميثاق شرف، ونديروا الحدود مشتركه، عسكرنا وعسكركم. لكن تحية طيبة. لاحظوا من خلال هذا الحوار على إحدى البلاطوات ديال إعلام نظام دولة العسكر، تبون وشكريح أو بطريقة غير مباشرة بدأوا يطالبون بفتح الحدود مع المملكة المغربية، لعلها أولى بركات ترامب. وهذيك التغريدة ديال جون ويلسون النائب البرلماني عن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، اللي طالب أو وضع مشروع يطالب من خلاله بوضع البوليزاريو على لائحة الإرهاب الدولي. نظام دولة العسكر دخلاته القفقافة وبدا كيقلب اليوم على السلة بلا عنب. وما ندسوا حتى حاجه. نعم. باغي تقولوا للمروك باللي احنا عندنا مشكل تاع المخدرات، حطوه. لكن اليوم راك مع او ضد فتح الحدود مع المغرب؟ انا راني مع فتح الحدود، والحاجه اللي نخافوها نقولها علنا، ونديروا ميثاق شرف، ونديروا الحدود مشتركه، عسكرنا وعسكركم. لكن هما باختصار شديد، بن عيد عبد العزيز هل هو مع فتح الحدود بين البلدين ام ضد فتح الحدود؟ باختصار. درك تقول لي فتح الحدود او عدم فتح الحدود، لازم تكون عندك معطيات. انت ما عندكش معطيات؟ لا اسمح لي. اول شيء هو واش هي الفائده للجزائر لما لا، لان العلاقات الدوليه هي قضيه بلدان شقيقان مغاربيان ينفتحان على بعضهم البعض في اطار تعزيز الاقتصاد الوطني وغير ذلك. اسمح لي، في العلاقات الدوليه نبتعد كثير عن العاطفه الان. احنا نشوف الجانب الجزائر ما تستفيد الجزائر من فتح انت تشوف انه علاقه الجزائر مع المغرب تسيرها العاطفه وليس العقل؟ لا، انا قلت لك لازم العقل يسير. خاطر نقول بلدين شقيقان، عندنا تونس، عندنا ليبيا، عندنا موريتانيا، عندنا يعني كلهم افريقيا كلها علاقات تربطنا علاقات تاريخيه، ربطنا الدين، ربطنا اللغه. ولكن الان في الممارسات في العلاقات الدوليه ما هي الفائده للجزائر في فتح الحدود؟